احتضن 16 فريق من مختلف أحياء مدينة بوقعة وضواحيها وضيوفنا الكرام في هذه البلدية بهدف تفعيل النشاط الرياضي والرقي به بمدينة بوقعة ولاية سطيف. نظم النادي الهاوي آفاق بوقعة للرياضات دورة في كرة القدم بالملعب الجواري تلدروميت المعروفة بلاسيتي، تخليدا لروح الفقيدين فريد أمعوش وحسان بالقبيلي، هذا بمساهمة شركة الإخوة بولكان وبحضور السلطات المحلية لبلدية بوقعة والضيوف المدعوين لهذا النهائي. لعائلته القادمة معنا اليوم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا بالجميع، كل باسمه ووسمه وجميل رسمه ومكانته المحببة في قلوبنا، كما نشكر كل من ساهم في هذه الدورة. أجمعين، الحضور الكريم سيد فاضل عمي جماعة بوقال، المشايخ، الحضور الكريم، عائلة المرحومين كل بالقبيلي وأمعوش، الرياضيين، فريقين متأهلين النهائي. مبادرة طيبة لهذه الجمعية الفتية، جمعية آفاق، مبادرة رياضية تصب في تضامن مع أهل غزة، والصدف أنه الفريقين المنشطين للنهائي فريق يحمل اسم الشجاعية وفريق يحمل اسم أحباب غزة. مرحبا بالحضور من سلطات البلدية وممثلين عنها، من كل الرياضيين، من كل الضيوف، وخاصة نذكر هنا الأطباء لجنة سطيف، بارك الله فيكم، كل شباب كل رجال بوقعة، الله يبارك فيكم. وهذه الدورة دارت وتمت بإذن الله تعالى وتوفيقه، دارت على المرحومين فريد أمعوش وحسان بالقبيلي اللذان توفيا بالأمس القريب، نذكرهم بالرحمة والمغفرة، نواسي عائلتهما الكريمتان. أيضا نذكر إخواننا غزة والمعاناة اللي راهم فيها، ان شاء الله نذكرهم ثاني بالدعاء، ربي يخفف عليهم ان شاء الله وربي يجعلهم من الشهداء. ان شاء الله دوره كانت ناجحه بامتياز، سادتها الروح الرياضيه. هذا لا فينال بين احباب غزه والشجاعيه، ان شاء الله لو كيغان، وربي يحفظكم وبارك الله فيكم. وشارك في فعاليات هذه الدورة 16 فريق يمثلون العديد من المناطق المجاورة لبوقعة، على غرار، كرجانة، بني وسين، عين الرواه، وأحياء مدينة بوقعة وغيرها من المناطق الأخرى. كما شارك فيها فريق أحباب غزة والشجاعية الأطباء، والتي كانت في أجواء رائعة وسط تنظيم محكم من طرف القائمين بها وحضور جماهيري قوي من أجل الاستمتاع بفنيات اللاعبين. في الختام تم تكريم عائلة الفقيدين وبعض اللاعبين والمساهمين في الدورة. الدورة هذه نصحنا للنهائي، الدورة اللي نظمتها جمعية آفاق للرياضة بمشاركة حوالي 20 فريق. هذه الدورة دامت أيام، ممكن حتى تقريبا شهر تقريبا. اليوم ان شاء الله لحقنا النهائي، ان شاء الله نبارك كل الناس الفريقين اللي وصلوا للنهائي. وشاركونا اليوم فريقين يحملان كانوا في زياره لغزه، بالمناسبه نطرحهم على الشهداء تاع غزه، ونطرحهم ان شاء الله نديروا بالشفاء للمرضى تاع غزه، وان شاء الله وندير لهم جميع سكان غزه ان شاء الله بالنصر. وهذه الدورات نظلنا على ارواح الاثنين، هما واحد من عائله القبيلي والاخر من عائله أمعوش، ان شاء الله نطرحهم عليهم ثاني ايضا. هذه الدوره ان شاء الله كانت في هدف اذا
لتساعد المشاركه الرياضيه لشباب بوقعه. اخ المرحوم فريد معوج. هذه الدوره اللي رانا فيها في النهائي اليوم، والدوره اللي امتازت بروح الرياضيه والتآخي بين الاحياء والبلديات المجاوره. نشكر الجمعيه هذه، جمعيه جديده في مدينه بوقعه اللي نظمت هذه الدوره وتزامنت مع تضامن مع الحرب في غزه، اللي نتمنى لهم ان شاء الله النصر باذن الله. ونترحم على كل الموتى في مدينه بوقعه، ومشكورين بزاف بارك الله فيكم.